طيب حبايبي الحلوين، طلاب ثانوية عامة دفعة 2026، تعالوا نحل مع بعض واجب الحصة الستة اللي خدنا فيها الكرنت ديستريبيوشن وخدنا فيها الكي والسويتش والتو باتريز. هبدأ معاك أول جزء دلوقتي اللي هو الكرنت ديستريبيوشن. يلا يا ولاد، استسمحكم تفتحوا لي كتاب الواجب بيج كام؟ 102. يلا. أول سؤال بيقول لي the current in the 1 ohm conductor، دي معلش 1 ohm conductor is. طيب لو جينا بصينا، أنا عندي سيركت طالع منها 3 أمبير بتمشي على الفور، بعدين بتنقسم لل2 وال1. لو عملتها ليه دروب البوينت ميثود، يعني مثلا دي اكس والناحية التانية واي 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 واي، ورحت قلت لي معلش أنا هقول إن دي كي، وبعدين حطيت بوينت كده اكس واي كي واي في الاخر، سوري، اكس واي وكي في النص، وخدت ريزيستور الفور ده من الاكس للكي 4، وبعدين ال2 وال1 من الكي للواي، يعني في هنا 2 وفي هنا 1. في ناس بترتاح اكتر انها تعمل ريدرو، ماشي، والمفروض ان انا داخل عندي كارنت 3 امبير. 3 امبير بتعدي على الفور تفضل 3 امبير، تيجي تتقسم جزء بيطلع لفوق وجزء بينزل لتحت. طيب لو انا عايز اجيب الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، لازم الاول اجيب في الحته اللي هي اي توتال فار ايكويفالنت بتاعت الحته دي بس اللي الكرنت هيتقسم عليها. اي توتال اللي داخله على الحته 3 امبير، وانا عندي 2 ريزيستور، واحد ب 2 واحد ب 1، فهعمل 2 في 1 على 2 بلس 1 تطلع 2 على 3، ويطلع في الحته ب 2 فولت، ويبقى في الحته هنا 2 فولت. طب لو عايز اجيب الكرنت في برانش، في الحته على ار برانش هقسم ال2 مره على 2 تطلع 1 امبير، ومره على 1 تطلع 2 امبير، ويبقى فعلا ال 3 2 امبير 1 امبير فوق و2 امبير تحت. ويبقى هو طالب مني الكرنت اللي ماشي في ال1 اوم ريزيستور، هقول له ماشي 2 امبير. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي from the opposite circuit هات لي الايكويفالنت ريزيستنس بتاعة السيركت. أنا عندي 3 وبعدين 2 1 باراليل وبعدين 1، يعني بص الكهرباء اللي خارجة من 6 فولت هتعدي على 3 وال2 وال1 باراليل وبعدين ال1، فهتبقى السيركت عاملة كده. أحب أوي أعمل ريد رو 3 وبعدين ال2 وال1 باراليل، وبعدين في الآخر كام؟ 1. طيب والكرنت ما قاليش الكرنت اللي خارج، هو قال البطاريه 6 فولت 7 فولت، انا اسف. طيب عايز اجيب التوتال كرنت، حاضر. التوتال كرنت بيساوي ايه؟ التوتال كرنت اللي خارج من البطاريه، يلا في بي على ار توتال اللي هي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار سمول 7 على، هل في ار سمول؟ 0. عايز اجيب ار ايكويفالنت، حاضر. ال2 وال1 باراليل مع بعض تجيب لهم ار ايكويفالنت تطلع لسه قايلينها 2 على 3، يبقى دول ار ايكويفالنت بتاعت الاثنين دول بس 2 على 3، وبعدين في هنا 1 وفي هنا 1، فهعمل بلس 2 على 3 بلس 1 بلس 1 تطلع 8 على 3، ويبقى الاي بتساوي 7 على 8 على 3، هي بلس 1 بلس 3 انا اسف، بلس 1 بلس 3، في هنا 1 وفي هنا 3، تطلع 14 على 3، ويبقى 7 على 14 على 3 يطلع الكرنت 1
1.5 امبير. طيب انت عايز ايه؟ اول حاجه قال لي انا عايز اي ار ايكويفالنت، وبعدين قال لي عايز الاي توتال اللي هو التوتال كارنت. علشان اجيب ار ايكويفالنت احنا قلنا ار ايكويفالنت 14 على 3. مين في دول 14 على 3؟ اكتبهم على الاله الحاسبه. يعني اكتب 3 على 2 بكام؟ 3 على 2 3 تايم 3 و2 على 3 اوم، 4 و2 على 3. لو كتبت 4 و2 على 3 دي تطلع معاك 14 على 3، يبقى هي دي اللي صح. طب الكرنت 1.5 امبير اللي هو 3 على 2 امبير. طب عايز البوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والواي، يعني عايز الفلوس اللي اتدفعت من هنا لهنا اللي هي في الحته. طيب احنا الكرنت اللي ماشي عندنا قد ايه؟ قلنا 1.5 امبير اهو. طب لو انا عايز في الحته اي توتال، فار ايكويفالنت بتاعت الحته 1.5 تايمز 2 على 3 تطلع معاك 1 فولت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي in the previous question the quantity of a charge passing through the 3 ohm resistor in 1 second. عايز التشارج اللي بتعدي من هنا. هو الكيو بتساوي ايه؟ اي في تي، وهو قال لي التايم 1 سكند. طب الكرنت اللي هنا كام؟ 1.5. 1.5 تايمز 1 يطلع 1.5 كولومب اللي هو 3 على 2 كولومب. ماشي. اقلب معايا الصفحة، بص على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها بيقول لي ايه؟ In the circuit shown، في السيركت الموضحة أمامك، لو الريدنج بتاعة الفولتميتر كانت 4 فولت. طب قبل ما نكمل، حد عارف لو دي 4 فولت يبقى الكرنت اللي ماشي هنا كام؟ ما هي دي 4 فولت من هنا لهنا، وفي هنا ار، يبقى الاي بتساوي في على ار. أنا عايز الاي اللي هنا 4 على 2 تطلع 2 امبير. وخلي بالك ده كده التوتال كرنت، ال 2 امبير اهو ماشي في السلك، وهيجي هنا يتقسم جزء فوق وجزء تحت. طيب كام هيمشي فوق وكام هيمشي تحت؟ أول حاجة هجيبها لو هقسم كرنت في الحتة، وعلشان أجيب في الحتة أي اللي داخلة على الحتة في ار ايكويفالنت بتاعت الحتة بس. أي اللي داخلة على الحتة 2 أمبير. ار ايكويفالنت بتاعت الحتة عندي 6 و4، هعمل برودكت على السميشن 6 تايمز 4 على 6 بلس 4 تطلع 2.4، ويطلع الناتج 4.8 فولت، ويبقى الفلوس اللي بتدفع هنا 4.8 فولت. عايز الكرنت اللي ماشي فوق وعايز الكرنت اللي ماشي تحت. 4.8 ديفايدد 6 عشان اجيب الكرنت اللي ماشي فوق. 4.8 ديفايدد 6 يطلع 0.8 امبير. وبعدين 4.8 ديفايدد 4 عشان اجيب الكرنت اللي ماشي تحت يطلع 1.2 امبير. هو بقى بيسأل على الكرنت اللي في الاميتر. طب ما هو الاميتر ده جنب ال6، يعني ماشي فيه كام نفس الكرنت اللي هي 0.8 امبير. In the circuit shown, the ratio between the reading of ammeter 1 and the reading of ammeter 2 is. طالب مني ان انا اجيب الريشيو ما بين الريدنج بتاعت اميتر 1 والريدنج بتاعت اميتر 2. طيب خلينا نمشي ستيب باي ستيب ونشوف هو كل اميتر الاول بيقيس ايه. الاميتر ده متوصل سيريس بالبطاريه، يعني ده بيقيس الاي توتال او الاي مين. الاميتر ده في برانش، في البرانش اللي تحت، يعني هو بيقيس الاي في البرانش اللي هو فيه 2 ار. انا افضل انك هنا تفرض ارقام من دماغك. طالما هو، بص امتى افرض ارقام؟ طالما هو ولا مديني ولا قيمه للار، يعني مش قايل الار دي ب 3 اوم، لا هو مسميها ار و2 ار و3 ار، ولا مديني الباتري بكام. افرض من دماغي هقول له الباتري 12 فولت، وده ار واحده 6 اوم، 2 ار 12 اوم، وامشي المسألة عادي. اجيب في الاول ار ايكويفالنت، وبعدين ار توتال، وبعدين اي توتال، وبعدين اقسم الكرنت. يلا ار ايكويفالنت انا عندي 6 و12، برودكت على السميشن 6 في 12 على 6 بلس 12 تطلع معاك 4 اوم. ار توتال مفيش ار سمول، يبقى ار توتال هي ار ايكويفالنت بس 4 اوم، ويبقى الكرنت في بي على ار توتال 12 على 4 يطلع 3 امبير. ويبقى الكرنت اللي خارج من هنا 3 امبير، بيجي هنا يتوزع جزء فوق جزء تحت، ممكن اسمي ده اي 1 وده اي 2، ويرجعوا يتحدوا تاني ويرجعوا هنا 3 امبير، ويبقى اميتر 1 3 امبير. طيب اميتر 2 بيمشي فيه قد ايه؟
المفروض ان انا عندي الكرنت اللي داخل على الحته 3 امبير، وانا عندي حته اهي. لو عايز اجيب اول حاجه في الحته هعمل اي اللي داخله على الحته في ار ايكويفالنت 3 امبير. قلنا ار ايكويفالنت هنا بكام؟ 4 تطلع 12 فولت. يبقى الفلوس اللي هتدفع هنا 12 فولت. قسمها بقى 12 على 6 يبقى هنا 2 امبير، 12 على 12 يبقى هنا 1 امبير، ويبقى اميتر 2 ماشي فيه 1 امبير. انا بقى عايز ريشيو ما بين اميتر 1 واميتر 2، فيبقى 3 على 1، 3 امبير على 1 امبير، ويبقى الناتج 3 على 1 بالنسبه لك. طريقه فرض الارقام تخلي السؤال ده سهل شويه. ماشي. In the circuit shown question رقم 8 بيقول لي in the circuit shown the resistance of one of the resistor is unknown. اهو انا اعرفش هي بكام. والتوتال كارنت اللي ماشي في السيركت 0.25 امبير. what is the value of I1 what is the value of I2. طيب هو هنا خلي بالك عمل حاجه مهمه قوي، انه اداني التوتال كارنت وانا معايا الفي بي، فممكن اجيب ار ايكويفالنت وممكن اتنبأ الريزيستور ده بكام. تعالى كده نرسم الرسمه دي ريدرو. انا عندي هنا بطاريه خارجه منها كهرباء بتعدي على ده، بعدين في 2 بارلل، بعدين كله بيعدي على ده، يعني عامله كده. ادي الار في 2 بارلل 2.5 3.2، ودي الار اللي ما نعرفهاش، وبعدين بيتحدوا 2.2 اوم. والكرنت التوتال قال لنا بكام؟ والكرنت 0.25 امبير. ماشي. تعال نلعب كده ونشوف الكرنت في كل ريزيستور ونشوف كل حاجه. ماشي. ال 0.25 تيجي هنا، المفروض هتتقسم. هجيب اول حاجه في الحته اي اللي داخله على الحته في ار ايكويفالنت بتاعت الحته. اي اللي داخله 0.25 ار ايكويفالنت بتاعت الحته هجيبها ازاي؟ 2.5 و 3.2. 2.5 في 3.2 على 2.5 بلس 3.2 تطلع معاك برقم وحش هسيبه زي ما هو 80 على 57. وبعدين اعمل تايم 0.25 عشان اجيب في الحته يطلع 0.35 فولت. هقسمها مره على ده ومره على ده، يطلع اللي ماشي هنا 0.14 واللي ماشي هنا 0.11 امبير بالتقريب طبعا بالابروكسيميشن. وبعدين بيتحدوا يخشوا هنا نفس 0.25 امبير. طيب احنا كده عرفنا الفلوس اللي بتدفع هنا 0.35 فولت. حد يقدر يقول لي الفلوس اللي بتدفع هنا كام؟ اي في ار 0.25 في 2.2 تطلع 0.55 فولت. طب هي البطارية كانت كام؟ لو حضرتك بصيت البطارية بتاعتي يا دكتور، البطارية بتاعتي ب 12 فولت. ماشي، كلام جميل. طيب ال 12 فولت دي يا دكتور الدفع منها هنا 0.35 والدفع منها هناك 0.55. جميل. باقي كام من 12؟ اعمل 12 ماينس 0.35 ماينس 0.55 قال لي باقي 11.1. اكيد دي بتدفع هنا، فهعمل ديفايدد 0.25 يطلع ان الريزيستور ده ب 44.4 اوم. طيب هو عايز ايه؟ اول سؤال بيقول لي what is the value of the current I1. ال I1 ده اللي ماشي في 2.5 0.14 امبير. ماشي. وبعدين بيقول لي عايز الكرنت I2 اللي هو في 3.2 0. كام قلنا؟ 11 امبير. يبقى الاختيارات كالاتي 0.11 امبير 0.14 امبير. بس ده انا كمان كملت وجبت الريزيستور وهو اصلا ما كانش محتاجه، بس مش مشكله عشان انا مدرس شاطر اجيب الحاجه اللي هو مش محتاجها.
طيب السؤال ده صعب شويتين ثلاثة، فعلم عليه إنه واحد من الأسئلة الصعبة وهيحتاج يتحل منك مرتين ثلاثة. السؤال بيقول لي From the opposite circuit the intensity of the current is. طبعا السيركت شكلها سخيف جدا، فأنا هعمل لها ريد رو لأن طبعا في شورت سيركت هنا، فهطلع من هنا أقول له دي إكس شورت سيركت يبقى دي إكس. طبعا فوق وتحت مش هينفع، أروح الناحية التانية واي مفيش شورت سيركت، في بوينت ما تسميتش هسمي دي كي، ويبقى طبعا دي زيها كي اللي هي تحت مش فوق، لان في سلك معدي من فوق سلك. وبعدين المفروض ان انا برتب الاكس الاول والواي في الاخر، وامسك ريزيستور عندي ال 10 ده من الاكس للكي 10، وبعدين عندي ال 10 ده من الاكس للكي برضو 10، وبعدين عندي ال 10 الاخيره، بص دي من فين لفين؟ من الاكس للواي 10. طبعا في هنا البطاريه، واخر واحد ال5 من الكي للواي. ماشي. والبطاريه الراجل قال لي انها 20 فولت، ما فيهاش انترنال ريزيستنس. لو فيها انترنال ريزيستنس يا ولادي كنت هرسمها هنا جنب البطاريه. طبعا هجيب ار ايكويفالنت واي توتال واشوف. هجيب الاول ار ايكويفالنت، عندي ال 10 وال 10 باراليل اكنهم واحد بكام؟ 5. ال5 مع ال5 سيريس يبقى دول واحد ب 10. 10 و 10 باراليل يطلع ار ايكويفالنت ب 5. طيب عايز اجيب اي توتال، في بي على ار توتال. الفي بي 20، ار توتال ار ايكويفالنت اللي هي 5 بلس ار سمول 0، يطلع الكرنت 4 امبير، ويبقى الكرنت اللي داخل عندي هنا 4 امبير. ماشي. وطبعا طالما ما فيش ار سمول يبقى الفلوس اللي هتدفع من هنا لهنا 20 فولت. ماشي. في عندي طريق من فوق وفي عندي طريق من تحت. فكر، هو الطريق اللي من تحت ده لو انا عايز اجيب الكرنت اللي ماشي فيه، هو اصلا ريزيستور واحد، فهعمل في الحته على ار برانش 20 على 10 يطلع 2 امبير، يبقى انا ادخل من عندي هنا 2 امبير. ماشي. هيتبقى كام الفور؟ 2 امبير. صح. ال 2 امبير هيتقسم، جزء يطلع فوق وجزء ينزل تحت. طيب انا عايز اجيب في الحته دي بس، اي في ار، الاي اللي داخله عليهم كده 2 امبير، ما هو في تحت 2، فالاي اللي داخله عليهم كده 2 امبير، وار ايكويفالنت بكام؟ 10 و 10 5، فيبقى 2 تايمز 5 10 فولت. مره ديفايدد ده يبقى ماشي هنا 1 امبير هنا 1 امبير، يرجعوا يتحدوا يمشي هنا 2 امبير. عايز اكتب بقى في الرسمه كل ريزيستور ماشي فيه كام في الرسمه الاصليه. يلا. انا عندي 2 ريزيستور من الاكس للكي، كل واحد ب 10 ماشي فيه 1 امبير، من الاكس للكي 1 امبير، من الاكس للكي 1 امبير. ال5 ماشي فيه 2 امبير 2 امبير، وال10 الاخيره اللي هي من الاكس للواي ماشي فيها 2 امبير. طيب تعالى بقى نزوم على الرسمه عشان نفهم ايه اللي بيحصل. هو المفروض الكرنت الرئيسي بيخرج من هنا 4 امبير، صح؟ بيجي هنا ويتقسم، جزء بينزل من تحت وجزء بيمشي من فوق. اللي بيمشي من فوق 1 امبير، يبقى اللي نزل من تحت قد ايه؟ 3 امبير. ماشي. وال3 امبير دي لما بتيجي بتتقسم هنا 2 يبقى هنا 1، ويجي ال1 مع ال1 يمشوا كده ويبقى ماشي هنا 2. ما علينا، احنا في الاول خالص هو عايز الكرنت اللي هنا. انا عارف ان طالع 4 ده ماشي فيه 1، يبقى هنا 3، ويبقى الكرنت اللي هو بيسأل عنه ب 3 امبير اللي هو الاي 1 3 امبير. سؤال تريكي شويه بس مفيش حاجه تصعب عليك. السؤال اللي بعده تريكي برضو، بيقول لي ايه؟ In the opposite figure عندي 4 lamps are connected as shown. If the brightness of the lamp كلهم are equal. ال brightness are equal يعني ال power is equal.
لامب A و B are identical، ال A وال B زي بعض بيساووا بعض if the resistance of lamp C is 36 ohm، دي 36 ohm، طالب مني اجيب الريزيستنس بتاعت ال A وال D. طيب لو جيت بصيت انا بيخرج عندي من هنا اي توتال، صح؟ الاي توتال يمشي في الدي، يجي هنا ويتقسم، جزء يطلع فوق وجزء ينزل تحت. ماشي. لو سميت ده اي 1 وده اي 2، فانت عارف ان اي توتال بتساوي اي 1 بلس اي 2. ماشي. انا هسمي الريزيستنس هنا ار وهنا ار. ماشي. ليه ما ينفعش افرض هنا ان كل ريزيستور ب 6؟ لان هو اداني ريزيستنس وهو قال ان دول ايكوال، عشان كده انا فرضت دي بار ودي بار. ماشي. السؤال هو انا لو عملت كده الفلوس اللي بتتصرف تحت هسميها في على ده، والفلوس زيها اللي بتتصرف فوق هسميها في برضه. طيب دول اتنين ايكوال، يبقى الفلوس اللي بتتصرف هنا بس نص الفي وهنا بس نص الفي. هو قال لي معلومة خطيرة، قال لي ان الباور اللي هنا قد اللي هنا، هما كلهم قد بعض نفس الباور. طيب ما هو طالما الباور اللي هنا قد اللي هنا، يبقى مثلا لو انا خدت ده وسميته 1، يبقى الفي سكوير اللي بتتصرف على 1 اوفر ار1 بتساوي الفي سكوير لو سميت ده 2 اللي بتتصرف على 2 اوفر الار2. الفي اللي بتتصرف على 1 هاف الفي، يبقى هاف الفي هول سكوير. الريزيستنس اللي هنا ار. الفي اللي بتتصرف على ده سميناها في سكوير على 36. طيب هاف سكوير 1 على 4 في سكوير على ار في سكوير على 36. اللي هيحصل ان الفي سكوير تروح مع الفي سكوير ويتبقى 1 على 4 ار بتساوي 1 على 36، يعني ال 4 ار ب 36 تطلع الار بكام؟ 9 اوم. ويبقى الار دي 9 اوم والار دي 9 اوم. ماشي. طيب لو الار دي ب 9 اوم والار دي ب 9 اوم، يعني الاثنين مع بعض بكام؟ ب 18. حلو قوي. طب ركز معايا عشان الحته اللي جايه دي تلخبط. كده ده 9 وده 9 ودول 18 واللي تحت كام؟ 36. والكرنت الرئيسي اسمه اي توتال. طب الاي توتال دي لما بتتقسم قد ايه بيطلع فوق وقد ايه بينزل تحت؟ بص لي، ده 9 و9 18 وده 36. يعني لو حضرتك ركزت ده نص ده، ما هو ده 18 و18 36. طالما الريزيستنس هنا نص هنا، يبقى الكرنت هنا دبل هنا. يعني الكرنت اللي داخل فوق اللي اسمه I1 بيساوي 2I2، ويبقى الكرنت الرئيسي اللي هو عبارة عن I1 بلس I2 ممكن أقول 2I2 بلس I2، يعني ممكن أقول إن الكرنت الرئيسي 3I2. طيب ليه بجيب الكرنت الرئيسي؟ لأن أنا عايز أعرف الريزيستنس هنا بكام، ومن المفترض إن الباور هنا زي هنا. استعمل القانون التاني بقى بتاع الاي سكوير في ار، فيبقى الاي سكوير في ار اللي ماشيه في الدي بيساوي اي سكوير في ار اللي ماشيه في السي. اي سكوير في الدي انا سميتها 3 اي 2، بس خلي بالك اول سكوير ار الدي عايزها اي 2 سكوير في 36. سؤال صعب خلي بالك. ال 3 باور 2 ب 9 اي 2 سكوير في ار دي اي سكوير في 36. اللي هيحصل ان الاي سكوير تروح مع الاي سكوير تودي ال 9 بالديفايدد، تطلع ار دي يا ولاد على الاله الحاسبه 36 ديفايدد 9 4.
ويبقى الريزيستور اللي فوق ده الاي ب 9 والدي ب 4، يبقى المفروض 9 و4 اللي هي اخر اختيار، 9 اوم و4 اوم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ عندي 4 identical lamp يعني كلهم equal which lamp has the greatest resistance. هعمل ريد رو ده x x x x y y y y. في بوينت ما تسمتش في النص هسميها k. ويبقى لو جينا عملنا كده x y k عشان اسهل على نفسي شويه، هلاقي البي دي موصله من الاكس للواي، البي موصله من الاكس للواي، بي. الكيو موصله من الاكس للواي، كيو. الدي موصله من الاكس للكي، دي طبعا البطاريه هنا، والاس موصله من الكي للواي، اس. ماشي، هفرض ارقام من دماغي، هم كلهم ايكوال لان هو قال لي كلهم ايدنتيكال، يعني هفرض ان في هنا 6 6 6 6، كل واحد فيهم 6. ماشي، وهفرض ان البطاريه يا شباب 12 فولت، وهشوف الكرنت اللي ماشي في كل واحد. طالما كلهم نفس الار يبقى ممكن اقول ان الباور بيساوي اي سكوير في ار، كلهم نفس الار، فاللي عنده اعلى كرنت هيبقى عنده اعلى باور. هو بيسأل مين عنده اعلى باور. طيب ار ايكويفالنت هنا 6 و6 ب 12، يبقى ده خط ب 12 وده ب 6 وده ب 6. ماشي، فلو جيت اجيب ار ايكويفالنت 1 على ار ايكويفالنت 1 على 12 بلس 1 على 6 بلس 1 على 6، وبعدين ما تنساش 1 على الانسر، يطلع معاك ار ايكويفالنت 2.4. طب عايز اجيب الكرنت، يطلع الكرنت 5 امبير. حلو، 5 امبير اللي داخله هنا هتتقسم، جزء هيطلع فوق، جزء في النص، جزء هينزل تحت. طيب المفروض الفلوس اللي هتتصرف 12 فولت، يلا فانا هقسم ال 12 فولت مره على 6، يطلع ان هيمشي من هنا 2 امبير 2 امبير، ومره على السلك ده اللي هو 12 ار بتاعته ب 12 يطلع يمشي هنا 1 امبير. كده مين ماشي فيه كرنت اكبر؟ البي والكيو، فتبقى الاجابه الصح البي والكيو يا دكتور ديفيد، هو اللي هيمشي فيهم كرنت اكبر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي in the circuit shown all resistors are identical، برضو يعني كلهم نفس الار. if the current passing through the x is I so the current passing through the y is قد ايه؟ والله هما لو equal، هو لو هنا ماشي I هنا هيمشي قد ايه؟ I، ويبقى اللي دخل هنا كده قد ايه؟ 2I، صح؟ ماشي، وهنا برضو كده 2I، صح، وهنا 1I، وهنا 1I. طب الواي دي هيمشي فيها قد ايه؟ انت واخد بالك ان الواي دي بارل ليهم كلهم؟ لو انت متلخبط اعمل لها ريد رو، يعني برضو اعمل دي اكس اكس واي كي ال ودي واي، ويبقى لو جينا عملنا ريد رو هتبقى عامله كده اكس في الاول واي في الاخر، وعندي اكس بعديها كي بعديها ال. لو مسكت الاتنين دول موصلين من الاكس للكي، في اتنين اهو كل واحد بار، وبعدين من الكي لل في واحد بس،
وبعدين من ال L لل Y في 2. بعدين الريزيستور اللي هو بيسأل عليه ده من ال X لل Y توتال. ماشي، وكلهم ايدنتيكال، وهو قال لي ان ده ماشي فيه اي، عرفنا ان ده هيبقى اي وده هيبقى 2 اي. طيب هو الطريق اللي فوق ده كله الريزيستنس بتاعته بكام؟ بص يا دكتور، ار وار نص ار نص ار، وفي هنا ار كامله نص ونص، يبقى الطريق اللي فوق كله 2 ار ماشي فيه اي. طب الطريق اللي تحت ار واحد. طب لو ده 2 ار وده ار، مش الكرنت العكس؟ لو هنا اي يبقى هنا 2 اي، ويبقى الريزيستور بتاعك ماشي فيه كرنت 2 اي. طيب بص لي على الصفحه اللي بعدها، سؤال اسهل شويه، نهدي الريتم شويه. يلا. لو الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري 0.7 اوم اهي، فايند ار ايكويفالنت والكرنت اللي ماشي في كل حاجه. بالراحه تعالى نحل السؤال ده بطريقه بالطريقه بتاعه الكرنت ديستريبيوشن العاديه. يعني نخفف الاول، عندي 15 و15 و15، اجيب ار ايكويفالنت، ار على الان 15 على 3 تطلع 5، يبقى دول اكنهم واحد ب 5، وفي هنا 0.3، وفي الانترنال ريزيستنس بتاعه الباتري اللي هي 24 فولت. طيب ال5 وال 0.3 باراليل ولا سيريس؟ سيريس، اكنهم واحد بكام؟ 5.3، وفي هنا 0.3، 24 فولت. ماشي كده بقى ريزيستور واحد، اجيب اي توتال في بي على ار توتال 24 على 5.3 بلس 0.3. سوري ده دي 0.7، ما انا اقول في حاجه بنقلها غلط. 0.7 يبقى 5.3 بلس 0.7 تطلع معاك بكام؟ 24. 5.3 بلس 0.7 تطلع معاك 4 امبير، ويبقى الكرنت اللي خارج من البطاريه 4 امبير. نبدا نرجع. يلا، هي مش ال 5.3 دي اصلها 2 سيريس، يبقى نفس الكرنت، هنا 4 امبير هنا 4 امبير. نرجع، ال 5 دي اصلها 3 باراليل، يبقى لازم اول حاجه اجيب في الحته 5 في 4 20، واقسم 20 على ال 15، يطلع اللي ماشي هنا 4 على 3 امبير، 4 على 3 امبير، 4 على 3 امبير، والكرنت اللي تحت 4 امبير زي ما هو. طيب يلا نشوف هو عايز ايه. هو عايز الكرنت في السيركت 4 امبير. الكرنت اللي ماشي في كل واحد من الباراليل 4 على 3 امبير. البوتنشال ديفرنس اكروس هنا اللي هو في الحته قلنا كام؟ 20 فولت. البوتنشال ديفرنس اكروس ال 0.3، الفلوس اللي هتدفع هنا 0.34 1.2 فولت. البوتنشال ديفرنس اكروس ذا باتري اللي هو التيرمينال فولتج في بي ماينس اي في ار 24 ماينس 4 في 0.7 يطلع ب 21.2 فولت. سهل ده شويه الحمد لله. يلا اقلب الصفحه حبه تانيين سهلين برضه يا ولاد. بيقول لي ايه؟ The figure indicate 3 circuit 1 2 3، وطالب مني اقول له الكرنت فلوينج سوري انهي سيركت فيها الكرنت ماشي في التو ريزيستور مختلف عن بعضه.
طبعا هنا الكرنت زي بعضه لان دول سيريس، هنا 10 و10 فالكرنت بيتقسم بالتساوي ده زي ده. هنا 6 و4 يبقى الكرنت مش هيتقسم بالتساوي، يبقى الكرنت هنا غير هنا، يبقى 1 هي اللي الكرنت بيختلف فيها في التو سيركتس عن بعض. طب بيقول لي انهي اميتر هاز ذا هايست فاليو؟ نحسب ار ايكويفالنت والكرنت انتنستي في كل واحد. ده بيقيس المين كرنت، يبقى في بي اللي هي 12 على ار ايكويفالنت 6 و4. ار ايكويفالنت بتاعتهم بكام؟ 2.4. فيبقى الكرنت اللي ماشي هنا 5 امبير في اول واحده. طيب هنا 4 و6 10، 12 على 10 1.2 امبير. طيب هنا 10 و10 5، 12 على 5 يبقى 2.4 امبير. اكبر كرنت هنا 5 امبير في السيركت اللي هي 1 برضه. طيب ايه اللي يحصل للريدنج بتاعت الاميتر لو كان في انترنال ريزيستنس ب 1 اوم؟ هو مفيش، هو مش الريدنج بتاعت الاميتر ده بيقيس المين كرنت اللي هو في بي على ار ايكويفالنت بلس ار سمول. طب لو انا زودت الار سمول وما كانتش موجوده، ده هيقل لانهم انفرس، يبقى الريدنج decreases. خش لي على الصفحه اللي بعدها. يلا بص معايا في كويشن رقم 3. طيب السؤال بيقول لي in the opposite figure عندي circuits A B C D E و R1 و R2 connected to battery وعايزين نحسب شويه حاجات. وبعدين بيقول البطاريه دي 4 فولت negligible internal resistance، وبيبتدي يسال بقى مين عنده كارنت اعلى، مين عنده نفس. ماشي، هنمسك سيركت ونشوف ار ايكويفالنت بكام والاي توتال بكام والكرنت في كل واحده بكام. هنا ار ايكويفالنت 4 بلس 16 20 اوم. الكرنت اللي ماشي 4 على 20 يعني 1 على 5، 1 على 5 امبير. يبقى هنا 1 على 5 امبير، 1 على 5 امبير يعني 0.2 برضو لو انت عايز ابروكسيميشن. هنا 16 و4 20 برضو، يبقى 1 على 5 برضو 0.2 امبير 0.2 امبير. هنا 20 و20 فار ايكويفالنت ب 40، ويبقى الكرنت 4 على 40 يطلع 0.1 امبير في الاثنين. هنا البطارية متوصلة باتنين باراليل 4 و 16، 4 في 16 على 4 بلس 16 تطلع ار ايكويفالنت 3.2 اوم. اكتب هنا برضو 20 40 3.2 اوم، والكرنت 4 على 3.2 يعني 1.25 امبير. طبعا ال 1.25 بتتقسم، هو المفروض الفلوس اللي بتدفع 4 فولت، 4 على 4 يبقى ده ماشي فيه 1 امبير واللي فوق 0.25 امبير. 20 و20 هنا يبقى ار ايكويفالنت ب 10. الكرنت التوتال 4 على 10 يعني 0.4 امبير، يتقسموا بالتساوي ينزل فوق ويطلع تحت 0.2 امبير. طيب اول سؤال بيقول لي which circuit الكرنت اللي ماشي في R1 مختلف عن R2. طبعا هنا سيريس وهنا سيريس وهنا سيريس، يبقى كله زي بعض، دول ايكوال فنفس الكرنت، يبقى الكرنت الوحيد المختلف في الدي. مين عنده اقل equivalent resistance؟ هنا 20 هنا 40 هنا 10 هنا 3.2 وهنا 20 يبقى 3.2 الدي. لو حطيت 150 ملي امبير، 150 دي لو حولتها تطلع 0.15 امبير فيوز. الفيوز ده يا ولاد يعني هو بيتحمل الماكسيمم كرنت اللي يتحمله، طالما هو فيوز فهو يتحمل الماكسيمم كرنت 0.15 امبير. فانهي سيركت هيمشي فيها كرنت بدون مشكله من غير ما الفيوز يفرقع؟ لازم عشان الفيوز ما يفرقعش يكون الكرنت اللي في السيركت اقل من ال 0.15. الوحيد اللي اقل هو ال 0.1 اللي هو سي. طيب انهي سيركت الكرنت اللي طالع من الباتري 0.4 امبير اللي هو المين كرنت، دي 0.4 امبير اللي هي اي.
سهل برضو على فكرة، لطيف، ألطف من الأسئلة اللي فاتت. which circuit البوتنشال difference across R1 less than R2؟ يعني أنهي سيركت الفلوس اللي بتدفع في R1 أقل من الفلوس اللي بتدفع في R2؟ تعال نبدأ بالثلاثة السيريس لأنهم نفس الكرنت والفي بتساوي I في R. فلو أنا عايز الفلوس تكون أقل لازم الار تكون أقل، فR1 لو قليلة يبقى الفلوس اللي بتدفع قليلة. أنا كده بحل بسرعة، أنت ممكن تحسب الفلوس اللي في كل واحد بس أنا عايز أنجز. فأنهي سيركت فيها R1 قليلة؟ A ولا B ولا C؟ A. R1 أقل من R2 يبقى الفلوس اللي بتدفع هنا أقل من هنا، ويبقى الإجابة إيه؟ طب which circuit البوتنشال ديفرنس أعلى؟ يبقى أنا عايز R1 أعلى، B. طب which circuit الكرنت اللي ماشي في الباتري أقل كرنت؟ هنا 0.4 سوري هو 0.4 هنا 1.2 هنا 0.2 هنا 0.2 برضو هنا 0.1 أقل واحد ال 0.1 اللي هي C. طيب سؤال سهل برضو بيقول لي ايه؟ find الكرنت اللي في كل ريزيستور. مديني الارقام كلها، سؤال جميل. اول حاجه هجيب R equivalent عشان اجيب الاي مين اللي خارجه من البطاريه. ال6 وال3 parallel اكنهم 1 ب 2 2 بلس 1 3 يبقى R equivalent ب 3. R total كانت بتساوي R equivalent بلس R small 3 بلس 1 يطلع 4. I total بتساوي VB على R total 12 على 4 تطلع 3 أمبير، ويبقى الكرنت اللي خارج من هنا وماشي هنا 3 أمبير، والمفروض ال 3 أمبير هيتقسم على الحتة دي. طالما هيتقسم يبقى هجيب في الحتة أول حاجة I اللي داخلة على الحتة في R equivalent بتاعة الحتة. I اللي داخلة على الحتة 3 أمبير و R equivalent قلنا 6 و 3 ب 2 فيطلع 6 فولت. أقسمها مرة على ده 6 على 6 1 أمبير، مرة على ده 6 على 3 2 أمبير، 2 بلس 1 3 يبقى أنا ماشي صح. لطيف. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عندي two resistors A and B are connected in parallel. ادي ال A وادي ال B. A B. وبعدين this combination يعني الحبة دول من الأول للآخر دول اعتبرهم واحد is connected in series with C و 18 فولت باتري. ماشي، هما بس دول متلخبطين، هي المفروض 6 و 3 و 7. ال A إن هو ب 6 وال B ب 3 وال C ب 7. Calculate the equivalent resistance and the current flowing through each resistor. وطبعا قال الباتري negligible internal resistance. طيب اجيب R equivalent في الاول سهله. 6 و 3 اكنهم 1 ب 2 زود عليهم ال 7 يبقى 9. R total 9 لان مفيش internal resistance. I total VB على R total تطلع 2 امبير، ويبقى الكرنت اللي خارج من هنا 2 امبير هيتقسم. اول حاجه هجيبها هجيب في الحته I في R 2 في 2 4 فولت، وبعدين 4 على 6 يطلع بكام؟ 4 على 6 يعني 2 على 3 2 على 3 امبير، وبعدين 4 على 3 امبير هنا، وبعدين ماشي هنا 2 امبير زي ما هو. بس سيمبل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ Find the reading of ammeter 1 and ammeter 2. في هنا 20 فولت باتري متوصله على ال5، يبقى انا لو عايز الكرنت في على ار 20 على ال5 4 امبير، يبقى الكرنت اللي هنا 4 امبير مكمل زي ما هو ال 4 امبير، هيتقسم جزء فوق وجزء تحت. لازم اول حاجه اجيب في الحته. هجيب في الحته ازاي؟ اي توتال اللي داخله على الحته في ار ايكويفالنت بتاعت الحته، اي اللي داخله على الحته 4 امبير يا ولاد، ار ايكويفالنت بتاعت الحته 10 و10 يعني 1 ب 5 يطلع 20 فولت. اقسمها 20 ديفايدد 10 2 امبير، 20 ديفايدد 10 2 امبير، ويبقى الكرنت اللي ماشي هنا 2 امبير، يبقى 4 امبير سوري دي 30 انا قريتها 10 معلش، دي 30 بنعدلها كده. انا عندي 10 و 30
يبقى هجيب ار ايكويفالنت 10 في 30 على 10 بلس 30 تطلع ار ايكويفالنت بتاعت الحته 7.5. 4 في 7.5 30 فولت. 30 ديفايدد 10 يبقى اللي هنا 3 امبير، و30 ديفايدد 30 يبقى 1 امبير. يبقى هنا 4 امبير وهنا 3 امبير. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي from the given circuit find the current اللي ماشي في ال 7 اوم ريزيستور وفي ال 10 اوم لو الباتري negligible internal resistance. ماشي. تيجي نرسمها بوينت ميثود، يعني اكس واي كي ال ال سهلها شويه كده. ال7 من الاكس للكي، من الكي لل في 10، وفي 2 ورا بعض 4 و6، اعتبرهم واحد ب 10 وخلاص. وبعدين في هنا 8. ماشي. والبطارية 12 فولت. يلا عايز اجيب اول حاجة ار ايكويفالنت. 10 و 10 اكنهم واحد ب 5، 7 و 8 و 5 يبقى 20. اي توتال في بي على ار توتال، مفيش ار سمول يبقى ار ايكويفالنت بس. 12 على 20 يطلع الكرنت 0.6 امبير. ده اللي ماشي في ال7، وبعدين بيتقسم 10 و10 يبقى بالتساوي 0.3 و0.3 ويرجع تاني 0.7. هو بيسأل على الكرنت اللي ماشي في ال7 0.6 وفي ال10 0.3. طيب اول حاجه عايزين نجيب ار ايكويفالنت في السيركت، وبعدين البوتنشال ديفرنس ما بين اي وبي، بي وسي، سي ودي، والكرنت اللي في كل ريزيستور. يلا بينا نجيب ار ايكويفالنت الاول. ما تيجي نسهلها على نفسنا كده. الفور اللي فوق دي هسيبها زي ما هي، لكن القلم البروجيكتور طفح على ال يا رب يا رب فك الدقيقة، يا رب الخلاص عشان خلاص. 10 و 15 باراليل، برودكت على السميشن يا اولاد. 10 في 15 على 10 بلس 15 تطلع 1 ب 6. ال 20 وال 18 وال 3 باراليل، 1 على 20 بلس 1 على 3 بلس 1 على 18. ما تنساش 1 على الانسر. يطلع رقم وحش 2.28. سيبه زي ما هو ولا يهزني. وفي الاخر 300 فولت باتري. قسمت رسمه معوقه. هعمل بقى الثلاثه دول سيريس بلس 4 بلس 6 بلس 2.28. يطلع معايا يا دكتور الناتج ان ار ايكويفالنت 12.28 اوم، ويبقى ار ايكويفالنت بتاعتي 12.28 اوم. ماشي. طب عايز اجيب الكرنت. عايز اجيب المين كرنت. في بي على ار توتال، مفيش ار سمول يبقى في بي على ار ايكويفالنت 300 فولت على 12.28 يطلع معاك بكام؟ 24.4 امبير. يلا 24.4 امبير دي تخرج من هنا 24.4. انا زهقت من القلم ده، بتخن ورفع بقى. 24.4 امبير تعدي على ال4 وال6 وال2.28. يلا نرجع للرسمه اللي قبلها. ال4 موجود يبقى ماشي فيها ال 24.4 امبير.
ال6 دي اصلها 2 يبقى اول حاجه هجيب في الحته I في R 24.4 تايم 6 تطلع في الحته 146.4 فولت. يبقى الفلوس اللي هتدفع في الحته دي 146.4 فولت. اقسمها مره ديفايدد ال 10 يبقى الكرنت اللي ماشي هنا 14.64 امبير، مره ديفايدد ال 15 يبقى الكرنت اللي ماشي هنا 9.76 امبير. خش على اللي بعده برضو ال 2.28 اصلها 3 هجيب الاول في الحت 24.4 في 2.28 تطلع 55.632 فولت. يبقى الفلوس اللي بتدفع هنا 55.632 فولت. هقسمها مرة على 3 يبقى الكرنت اللي ماشي 18.54 امبير، مرة على 18 يبقى الكرنت 3 امبير، مرة على 20 يبقى الكرنت 2.78 امبير. ماشي، يلا نشوف هو عايز ايه عشان نخلص. قال لي اول حاجه من فضلك هات لي البوتنشال ديفرنس في الاي بي، الفلوس اللي هتدفع هنا. دي سهله 24.4 في 4 يطلع 97.6 فولت. طب هات لي الفلوس اللي هتدفع هنا 146.4 فولت. طب هات لي الفلوس اللي هتدفع هنا 55.63 فولت. طب عايز الكرنت اللي في كل ريزيستور، جبناهم خلاص بقى مش هقعد اكتبهم. يلا اخر رسمه في بارت 1 بيقول لي ذا ريدنج اوف اميتر، ولو الاميتر والسورس are now physically interchanged show that the ammeter في جمله ناقصه هقول لك عليها دلوقتي. طيب اشتغل على الرسمه دي وهات لي الاميتر ريدنج عادي. يعني لو جيت رسمتها انا عندي 4 و6 باراليل وفي اميتر جنب ال6 وفي بعدين واحد ب2 داخل على البطاريه. والبطاريه بكام يا عم الحاج؟ قال البطاريه 5 فولت نو انترنال ريزيستنس. طيب فاول حاجه هجيب ار ايكويفالنت 4 و6 باراليل يا اولاد، اكنهم واحد ب 2.4 واضيف عليهم ال 2 يبقى ار ايكويفالنت 4.4. عايز المين كارنت 5 على 4.4 يطلع رقم وحش قوي 25 على 22 امبير. طبعا ال 25 على 22 امبير هي اللي داخله من هنا، فهتتقسم جزء هيدخل فوق وجزء هينزل تحت. كله مركز معايا؟ ماشي. كام دخل فوق وكام دخل تحت؟ اول حاجه هجيب في الحت اي في ار، الحته دي ار ايكويفالنت ب 2.4 تطلع 30 على 11 فولت. قسمها مره على 6 يبقى ماشي هنا 0.4545 امبير، ده اللي ماشي في الاميتر، مره على 4 يبقى ماشي هنا 0.68 امبير سوري. طيب دي الكيس الاولى. الكيس الثانيه بيقول لي شو ذات لو الاميتر والباتري سويتشت فيزيكالي، يعني اماكنهم اتغيرت، يعني بقى ده الاميتر والفور هنا اهي وفي هنا 2 وبقت دي الباتري مكان الاميتر وفي هنا 6. ماشي. فلو جيت ارسم الرسمه من الاول كده انا الكرنت اللي هيخرج من الباتري هيمشي في ال6، بعدين في 4 و2 باراليل هو يخرج من هنا يمشي في ال6 4 و2، والاميتر موجود هنا، لا سوري الاميتر موجود جنب الفور. عايزين نجيب هنا الكرنت بكام؟ برضو اول حاجه هجيب ار ايكويفالنت 4 مع 2 تطلع 4 على 3 بلس 6، ما هو دول كده اكنهم واحد ب 4 على 3 بلس 6 يطلع الناتج 7.33 اوم. عايز اجيب الاي اللي خارجه، اعمل البطاريه
اللي هي 5 فولت على 7.33 يطلع الكرنت 0.682 ويبقى الكرنت اللي هنا 0.682. عايز اجيب الفلوس اللي هتدفع هنا الاول اي في ار 0.682 تايمز 4 على 3 تطلع 10 على 11. طب انا عايز الكرنت اللي هنا ديفايدد 4 يطلع 0.22722 ويبقى الكرنت مختلف لو مكان الاميتر اختلف. طيب ده كده كان الواجب بتاع بارت 1. خد بريك 10 دقايق وارجع كمل معايا الواجب بتاع